النهارده في قاعة الهناجر آدم حنين. معانا معرض روح لفنانة. أهلا بيكي. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. نعرف نورة الغزي. نورة الغزي، الفنانة نورة الغزي. أخبارك يا نورة؟ الحمد لله. ممكن تكلميني عن المعرض وعن نفسك الأول؟ عرفينا بنفسك كفنانة. أنا نورة الغزي، درست الفن بجميع أنواعه، ودرست تأثيره على التنمية الفكرية والبصرية، وفي نفس الوقت أنا اشتغلت على فكرة المعرض لجزئين ونوعين من الفن، وعملت للصورة الفوتوغرافية بعد رابع، ألا وهو وثقت الصورة الفوتوغرافية لتصل إلى قلوب المتلقي بإحساس اللقطة اللي أنا حسيته في الواقع. جميل. بمعنى ان الصور دي انت اللقطات بالفعل واخداها بالكاميرا اللي هي مش ضروري البطل بالكاميرا بتاعك. بالظبط. انا البطل بتاعك. الفوتوغرافيا، يعني الله. الفوتوغرافيا توثق كل لحظة شعرنا بيها على أرض الواقع، دخلت معاها الفن التشكيلي بإحساس كل لقطة. هتلاقوا إن كل الصور مختلفة عن بعض. ليه؟ لأن أنا الصورة بتقودني على إني أعمل إحساس اللقطة اللي أنا شفتها على أرض الواقع. تمام. يعني المكملات بتاعتك بتخدم على نفس فكرة اللقطة اللي انت روح اللقطة. روح اللقطة طبعا، والبعد الرابع. والبعد اللي انت عاوزة ترمي عليه ان احنا في اللا شعور. البعد مدخلين. الرابع في اللا شعور، في روح كل متلقي. لمست الصور، لمست الناس البسيطة، مش بس المثقفة، الناس البسيطة لمستها، لأن هي حست إن هي قدام بيتها القديم اللي هو انت بيت دورتي أجدادها. على المكان ده بالخامات في الواقع، وخدتي لقطة منه ورحتي جايباها معاكي المرسم بتاعك وعملت لها إخراج بروح اللقطة. لا، بروح الفنان، بروح الإحساس. ما إحساس هو الفنان. إحساس لولا اللي احنا بنشوفه بعيوننا ما كانش دخل عقولنا وقلوبنا وروحنا في الاخر، بيغذي روحنا وبيرجعنا لماضي جميل، بيرجعنا لذكريات لن تنسى. ليها بقى، لان انا شايفه تنوع جامد ولقطات يعني كلها فيها ابعاد. روح بقى الحضاره الاسلاميه، ده رمز للباب الاسلامي، وطبعا ما ينفعش اللقطه من غير جدار اللقطه. فطبعا احنا خلاص شغالين على روح كل جدار وروح كل لقطة بتشوفها عيوننا، وده الملمس الحقيقي الواقعي للباب علشان ينقلنا كأننا قدام هو الحيطة. في تفاصيل يعني احنا الكاميرا مش جايباها قوي، بس هنلاقي هنا الحاجات تفاصيل كده بتخليك انت غصب عنك يعني تروح للبعد المكاني اللي هو زمن. بالظبط. بعد يعني بعد رابع، اللي هو بعد فيه روح الزمن الجميل، روح المكان الجميل، روح النقوش الجميلة. حتى هنا في صورة، معلش، هي اللوحات دي كلها في مصر يعني لقطات ولا حسب ما بتلاقي؟ كلها في مصر ما شاء الله. يعني كلها انت مصرية. انا هحكي تاني على الجيل المعاصر. فين اللقطة طيب؟ دي فاكرة؟ في مصر القديمة، في شوارع اللي هي كانت مساجد مصر القديمة. في منطقة المساجد، في منطقة السيدة زينب. تمام. حلو قوي. جميل. بتحبي نتكلم على هنا برضو انا وظفت خطوط روح والدي الله يرحمه. والد كان دي فنان، بصمة ايده، كان خطاط صحفي كبير ومستشار خطوط عربية، والحمد لله يعني كان عندي مكتبة كاملة من خطوطه. حاولت استنسخ بخط ايده وبصمة ايده على النقوش الجدران المساجد الإسلامية. جميل. يعني انت يعني ده تقريبا اهداء وتأثر بالوالد طبعًا. يعني، فاكيد اللوحة عزيز عليكي. ده اهداء من روحي لروحه في عالم الغيبيات بقى، ان شاء الله يوصل له كل ده ويوصل الاثر ده لقلوب الجيل الجديد. نفس الكلام هنا. ناخد مجموعة تانية هنا برضو دي كل تجزيعة دي انا عاملاها بايدي. كل النتوءات بالظبط انا حاطه لايرز الوان علشان تديلي التاثير الحيطه ذات نفسها، الجداريات دي بالرغم من الجذوع اللي فيها والقشور والنتوءات هي بتجسد
الزمان الازمنه اللي بتمر على وما المكان. بقيت منها من قيمه. يعني هي كل ما الزمن بيعدي كل ما زادت قيمه النقوش والجذور اللي فيها. فطبعا بتعبر انا على مشكاه طبعا من مساجد مصر القديمه، وسبحان الله وبحمد دي بالغزي، باسم الغزي. بابا بقى بابا الله يرحمه بصماته معاكي. بصماته طبعا لازم كانت تتحط. فروح هم طبعا نقشوا الخطوط العربيه دي على المشكاه وعلى الجدران، فده من جزء من التراث يعني. نعم. هو مش اي تراث، ده احنا يعني التراث بتاعنا بيدرس لغايه دلوقتي بره وجوه. مظبوط. ما شاء الله نشوف بقيه الجيل المعاصر هو ده الجيل المعاصر. ممكن ننقل في جزئيه تانية عشان